السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في فضاء مراد. اليوم جيتكم بغسالة هايلة بزاف بزاف بزاف. هي الغسالة الأصلية تاع البراونيز. لا يخفاكم هي حلوة أمريكية يعني مشهورة جدا 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 وقديمة ماهيش جديدة. اليوم جبتكم وصفاتها الأصلية دون تعديل. تجي هايلة بزاف. ان شاء الله تجربوها وتعطينو رايك، تعطيوني رايكم فيها. العشاق الشوكولا عندنا هادو هما المكونات اللي نستعملهم كالعاده. نقول لكم باللي راح تلقاو لي زانغريديون بالضبط في صندوق الوصف. نبداو الخدمه تاعنا طول. اول حاجه نحيت عليا ولي طاب. جبت الشوكولا تاعي قطعتها، زدت لها زبده تاعي وحطيتها على نار دليله وخليتها تذوب اكيد مع التحريك في كل وقت باه ما تحرقليش. حبيتوا تحطوها على حمام مائي هذاك اختياركم. تحبوا تحطوها كيما انا في كاسرونه فوق يعني نار قلت لكم قليله بك وتخليوها تذوب بجيه. من جهه اخرى جبت الفارينه تاعي، جبت كميه من الشوكولا اخرى اللي كانت عندي للتزيين، قطعتها قطع صغيره بسكين بصح هذه، وزدت لها تاني الجوز وخلطت. شوفوا المرحله هذه وش الفايده تاعها، لانه الفارينه كي نخلطها بالمكونات الاخرى اكيد حنلوحها في وسط الخليط اللي حنحطوه في الفور. الهدف منه باش الشوكولا تاعي ولا الجوز تاعي من بعد ما يهبطليش في الخليط لتحت ويتحرق لي في وسط يعني طبقات البراونيز ولا تاع الكاطو تاعنا باه يبقى لي في النص. دركا ثالث مرحله واش حنديرو، جبنا السكر تاعنا، حطينا له الفاني، عندنا الملح، عندنا الزيت، وعندنا البيض. خلطناهم كامل مع بعضهم باه نكملوا نجمعوا كافه الخليط ونشوفوا واش راح نديروا من بعدها. قلت لكم راهي خدمه تاعو جد سهله، توجد يعني بالخف. تقدروا يعني ما تستغناو على بعض المكونات اللي كاينين كيما مثلا الجوز. اذا ما عندكش ماشي يعني لازم انك تحطي هذه كميه بسيطه جدا. حطيتها من داخل وحنحطها من فوق. اذا ما عندكش ماشي شرط. كاينين اسمها مكونات تقدري تستغني عليهم. كاينين مكونات لا لا كيما شتوني خلطت العظام هذوك تاعي والسكر زدت لهم الفارينه اللي مع باقي المكونات. واخر شيء كانت ديجا شوكولا والزبده هذيك. بعد ما دابت لي طفيت عليها وخليتها شويه تبرد في حراره الجو برك يعني ما تبقاش سخونه باه ما تفسدليش العظام اللي ديجا خلطناهم مع الاول. نكملوا برك نخلطوا الخليط تاعنا بسباتشول برك ما تخلطيهش بفوي ولا حاجه يعني ماشي باتور. بيدك برك يعني طلعي من تحت وتحكمي طلعي من فوق بابا ما يهبطلكش فقط باه يبقى مفخفخ كيما طلعناه مع الاول. من جهه خلاف راني شعلت الفور تاعي على 175 درجه يسخن لي مليح. راهو فرن عادي يعني ماشي تاع المروحه. يسخن لي مليح ما بزمان انا نكمل الخدمه تاعي ونحط الخليط تاعي في البلاطو باه نوجدو ونخدم به. قلت لكم تقدروا تستغنوا على كم شتوني باللي في التزيين استعملت الاوريو، استعملت الكاطو، استعملت الجوز. مام الجوز ثاني من داخل تقدروا تستغنوا عليه ماشي شرط. المهم المكون الرئيسي هو الشوكولا يعني ماناش حنقدروا نستغناو عليها طبعا. مام قطع الشوكولا تحبي ما ترميش من داخل، ترمي غير على الوجه من فوق برك. يعني هذه حتبقى على حساب المكونات تاعك، عفوا على حساب الموجود ماشي المكونات تاعك. كما شتوني جبت البلاطو تاعي هذا 20 على 30. حطيت فيه البابي كويسون ومن بعد حطيت فوق الخليط ومن الاخر دوكا حنزين بباقي المكونات من فوق. ملاحظه فقط، شوفوا المكونات هذه في 20 على 30. يعني البلاطو تاعنا راح يجي الارتفاع تاعو هايل، يجي مليح، ما هو كبير ما هو صغير. من بعد تشوفوا كي نطيبوا تشوفوا قد ما خرج لي. اذا حبيتي ديري في مول كتر باه يجيك عالي كتر هذا يعني حاجتك. اذا حبيتي يعني تقلي فيه تاني هذا حاجتك. في كل الاحوال راح يكون مليح بربي ان شاء الله ويكون ناجح. فقط لازم تبعي الخطوات بالتفصيل. حطيت الجوز تاعي، حطيت الكاطو قطعته قطع يعني عشوائيه كما نقولوا، اوريو تاني كيف كيف. ودوكا حنلوحو في الفور تاعي يحكم يطيب لي. قلت لكم شعلت على 175 درجه سخن لي. نحطو في الوسط تاع الفور بعدا نخليه يطيب لي مده تاع 20 دقيقه. نشعل عليه من تحت برك ما نشعلش عليه من فوق. قلت لكم 20 دقيقه يكفيني. من بعد من وراها نحكم نطفي الفور، نحي البلاطو تاعي ونخليه يبرد لي حوالي ساعه غير ربع. لازم يبرد مليح مليح. اذا لانه لو كان تقصيه هو سخون هكاك راح يجيك سايل مش راح يكون حاكم روحو. وفي كل الاحوال مش راح يجينا يعني شايح، يجينا طري ويجي هايل يعني. لهنا هذه النتيجه النهائيه كما طاب لي كما شفتوا. باه تتاكدي انه طيب من داخل اكيد بلا بعود يعني كما هكذا كوردون ولا موس ولا تاكدي بحاجه من داخل انه طيب.
يعني تقصيه الشكل اللي حابه، اذا حبيتي قطع صغيره ولا حبيتي قطع كبيره، الشكل اللي حابته معين ولا مربع ولا. انا لهنا كان القصه تاعي يعني كلاسيكيه، قصيته مربعات فقط، جاب لي 12 حبه يعني مربعات. المربع كان الحجم تاعو كبير الله يبارك. حبيتي لما بدكم تقصوا اكثر اكيد راح قل، اكيد راح يقطع لكم كميه اكثر من هذه. كما شفتوا التقديم، عفوا الخدمه تاعو سهله بزاف، ما تديش وقت. اذا حبيتي توجديه ليكون بار اكزومبل ضيف الغفله كما نقولوا، ما كنتيش عندك حاجه تحطيها في صينيه ولا، قلت لك ماشي شرط تكون عندك المكونات اللي خدمت بهم كامله. يعني تقدري تستغني على الجوز، ممكن تستغني على الكاطو، ممكن تاني تستغني على اوريو، وراح يخرج لك النتيجة في كل الأحوال هايلة هايلة هايلة. يجي هش، خفيف، يتقدم يعني هايل مع قهوة، ولا قهوة حليب تاني. هذا وش يخرج عليه. شوفوا من داخل الله يبارك فيه، جا ما قلت لكم طري وهش بزاف، يدوب في اليد قبل الفم. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتفرحوا به وليداتكم، تعتمدوه في المطبخ تاعكم، وتزيدوا هذا من الوصفات اللي ما فين ديروها في الدار، لانه متاكده انكم ما تندموش على الوصفه هذه وعلى لاغوسات هذه، لانه الذوق تاعو هايل هايل هايل. واكيد ما كانش اللي يكره الشوكولا كما نقولوا. فقط ما نكثروش من السكريات بزاف، ناكلوا اللي كتب ربي العزيز. هذا ما كان. انا وصلنا لاخر الفيديو، نقول لكم دمتم في رعايه الله، ملتقانا في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.